كان فيه اثنين، واحد مريض تعبان حالته حالة، وواحد مبسوط سليم بخير صحيح معافى ما عليه أي شيء. الصحيح هذا زار المريض سلم عليه: وكيف حالك؟ والله أني أشوف الموت في عيونك، والله أن المرض هذا يجي الناس ولا عادهم يقومون منه، والله أن وضعك تصدق قدم والله أن وضعك، لكن ما معك إلا الصبر. وش تقعد تخلد في الحياة وذرت تموت؟ وهو على هذه الطريقة، وهو يتشفى منه، يتشفى في زيارته، ما هي زيارة لله، لا تشفي. الله. المهم يا أخواني، قدر الله في مقاديره أنه هي أمرض الصحيح، وأنه يجيه تعب بسيط، وأن المريض يتشاوى ويتعافى ويتنشنش، وأنه يقوم، وأنه يسلم، وأن ذاك يكسكس، وأنه يتعب، وأنه يموت. أنت الصحيح مات، وأنت يا المريض سل، إنها كلها بيد الحكيم سبحانه، ما بيد الخلق شيء. ولا تشمت بأخوك، في عافيه الله ويبتليك. ويقول: وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من مريض عاش حينا من الدهر، من أمر لله. أتذكر جدتي رحمة الله عليها، كنا نتلفت فيها في المستشفى ونزورها وهي في مرض الموت، خلاص عاذرين منها، وإن نروح يوم من الأيام ومعنا عمة لي نزور يدتي. رجعنا قعدنا يومين أو 3 أيام، وإنها تموت عمتي، بسم الله الرحمن الرحيم، ما فيها شيء، رقدت عافية متعافية، وإنها تموت كذا راقدة، وإنها تموت وهي راقدة، أحسن موتة، لا فيها تقطع سيارات حوادث ولا فيها شيء مرة أراد. وجدتي قعدت حية بعدها فترة. سبحان اللي بيده التدبير يا أخواني. إذا جئت مريض ولا مبتلى فاحمد الله، زره وانت صادق ولا مسموح. وانت يا أخويا خذ من عقلك لوقتك، لا تشمت بأحد، ما تدري الدنيا هذه تروها تدور، تروها دوارة. فالأمر هو ما هو لك ولا هو لي، الأمر لله سبحانه، يتصرف في خلقه كيف ما يبغى.